مساء الفل يا دكتور ياسر، ومساء وصباح جميل على كل اللي هيتفرج علينا. وأسبوع جديد من برنامجنا العلمي، العلم قبل الخبز أحيانا. ونخش في الموضوع على طول ونسأل دكتور ياسر، احنا معانا ايه النهارده؟ ايه الأخبار اللي هنتكلم عنها النهارده يا دكتور؟ مساء الخير وصباح الخير للناس حسب ما هم بيسمعونا من فين. وأهلا ومرحبتين زي ما اللبنانية بيقولوا بأصدقائك ومتابعينك يا فادي. النهاردة عندنا شوية أخبار. هنمر على الفراعنة كده. مر الكرام في خبرين عن مصر القديمة. وأنا كل ما بلاقي حاجة عن مصر الحقيقة طبعا الواحد قلبه بيتهز. وللأسف دمعة في عينه بترف إن إحنا مش ما عدناش في نفس المكان. وبعدين هنتكلم على خبر من الفضاء وخبرين تانيين عن آم، الحياة، يعني ليهم علاقة بالاختيارات الإنسان في الحياة. منهم خبر مهم جدا عن الويسل بلورز. يعني إحنا نعرف الويسل بلورز، لفظة بيستعملوها هنا على الناس اللي بتشوف مثلا كوربشن أو فساد، فبيبتدوا يبلغوا عنه. دول بيسموه ويسل بلورز، زي الرفري ما بيصفر كده في ماتش الكورة، بيسموهم ويسل بلورز. والويسل بلورز دول ليهم قوانين هنا. فممكن نمر كده مر سريع عليهم في نهاية الحلقة، ونتكلم عن القوانين اللي بتحميهم من ناحية، وعن حياتهم بتمر ازاي. يعني الخبر اللي عندي هو عن حياة الويسل بلورز. نبتدي بسرعة، ندخل على المصريين. آه الخبر ده آه الحقيقة هو من السبيس. القدماء المصريين، أو أجدادنا، مش عايز أقول قدماء المصريين كما لو كانوا شيء منفصل عننا. أجدادنا كانوا بيبصوا للسماء، وكانوا بيعملوا زي العصور بتاعتهم، ان كان عندهم اله لكل حاجه. فكان عندهم في الهه للسماء. الالهه السماء دي اسمها نوت او نوت. ده حسب العصر اللي فيه. فنوت كانت اللي هي خليني احاول اعمل انوتيشن هنا علشان اقدر اشرح. انت شايف الايمج يا فريد؟ اه، انا شايف وعارف ان انت بتتكلم على اه. اللي هي محوطه بقيه الحاجات اللي تحت. اه. يا هي الإلهة دي، مش عارف ليه أنا مش مديني إني أعمل لايت. أوكي. فإحنا بنتكلم على الإلهة دي نوت، اللي هي في المنظر ده. أتمنى إن الآرو بتاع الماوس يكون واضح. هي دي الإلهة نوت. والإلهة نوت هنا بنشوفها إن هي محاوطة وبتغطي الأرض. ده إله الأرض اللي هو في الأرض اسمه جيب. والإلهة نوت بتحاوطه. والشمس بتيجي، الشمس اللي هي بتيجي من الشرق للغرب. طبعا الاتجاهات الشرق والغرب مش زي ما احنا بنرسمها باستمرار دلوقتي. وفي تمثيل وتعبير عن كل الأجزاء اللي في الصورة هنا. اللي عملوه العلماء ان هم حاولوا يريبليكيتوا شكل السماء في عصر قدماء المصريين، في العصر اللي اترسمت فيه اللوحات دي. فلاقوا ان ال ال خليني اجيب هنا ده تيبل. ده جدول كان موجود في الهرم. وتلاحظ ان الجدول بيعمل قائمة بالنجوم اللي موجودة في السماء والزوايا بتاعتها وازاي موجودة، واذا كان في نجوم تانية معاها والنجوم اللي وراها واللي قدامها. وده بيشرح النص الجنوبي من السماء. فاللي قام بيه واحد من الأساتذة في جامعة اي ثينك جامعة بريطانية، بورتسماوث انستيتيوت اوف كوزمولوجي.
فهو عمل ريبليكيشن باستعمال واحد من السيميليتورز اللي موجودين، انه يقدر يحسب شكل السماء كان ايه في الوقت اللي كانت البرديات دي بتتعمل. ولقى ان البرديات دي مطابقة تماما تماما لشكل السماء زي ما احنا دلوقتي ممكن نحسب انها كانت موجودة من 3000 سنة. الشكل ده بيطابق تماما في الشتاء، في لحظة معينة من لحظات الشتاء. وده بالنسبة لي أنا شايف إنه شيء غريب، لأن هم لو كانوا بياخدوا لقطة في يوم من أيام الشتاء ويعملوا عليها الجدول، إزاي بيطبقوا ده باستمرار إلا إذا كانوا هيشتغلوا كلهم، أو هيبقى في شغل جامد جدا في هذا اليوم، لأن يوم عن يوم الكونستليشن بتفرق. تلاحظ كمان هنا ان الالهه نوت بيمثلوها باشكال كتيره. يعني ممكن يمثلوها بصوره بقره، ما عندهمش مشاكل، وده يدينا شكل او يدينا فهم قد ايه هم كانوا متحررين في فهمهم للدين. يعني الدين ما كانش يعني احنا حاليا أكثر تزمتا في فهم الدين من قدماء المصريين. القدماء المصريين كانوا يقولوا الإله نوت ويعملوها ست، وبعدين ما عندهمش في لحظة من اللحظات يعملوها بقرة أو يعملوها شيء تاني. وهنا في البردية دي جايبين الإله نوت بتطعم الميت ده المتوفي اللي هو على ايدنا اليمين، لان هو لابس الكفن بتاعه، وبتطعم ذريته. يعني بيقول لك كمان احنا مش الراجل مات فابنائه دول يعني هيروحوا، لا الالهه نوت بترعاهم. اللي بيهمني في الخبر هنا ازاي الدقه اللي كانوا بيوصلوا بيها، لان هم يرسموا الكونستليشن. خلي بالك الكونستليشن في الصيف بتفرق عن الشتاء. يعني في منتصف الشتاء بالظبط بتختلف عن منتصف الصيف بالظبط بزاوية مقدارها حوالي 90 درجة. فمعنى ان هم بيرصدوا الحاجة بالدقة دي، معناها ان هم لازم يحاولوا يرصدوها في يوم محدد. وده معناها ان لازم ناس كتير جدا تشتغل في نفس اللحظة. فأنا بالنسبة لي يعني ده كده فاسينيتنج ازاي ان هم يمانجوا. يعني هم علشان يشكلوا التيبل ده، يا اما هيشتغلوا عليه سنة ورا سنة ورا سنة، يا اما في نفس اللحظة ناس كتير هتشتغل على التيبل. الكلام ده ما مش متحدد او ما قدروش يوصلوا لتفاصيل كتيرة عن ازاي اتكتبت البردية. لكن اللي قدروا يوصلوا له ان هي البردية مطابقة تماما تماما للزوايا والاماكن بتاعة النجوم من 3000 سنة. فده شيء جميل الحقيقة، ويخلينا احس بالفخر يعني. فده كان اول خبر عندي النهاردة. ما اعرفش اذا كان عندك تعليق يا فادي. أنا عندي يمكن تعليقين صغيرين في السريع كده على الكلام اللي أنت قلته. ويمكن أول تعليق هو يعني ملوش علاقة قوي بالخبر، ولكن بلفظ كلمة فراعنة، اللي هي ما أظنش إنها كانت مستخدمة في مصر أساسا. ولكن هتلاقي ان العالم النهارده بيتكلم على الايج اوف فيروز او الفراعنه. وده شيء مش جديد على البشريه، يعني دي مش حاجه استثنائيه، يعني مصر مش استثناء. مصر زيها زي مثلا الجيرمنز اللي هم بتوع المانيا. مثلا المانيا، ما الالمان ما بيسموش نفسهم جيرمنز. جيرمن هي اسم بتاع الإمبراطورية الرومانية لما كانوا بيوصفوا الشعوب بتاعت ألمانيا. الألمان نفسهم ما بيستخدموش كلمة جيرمنز، بيستخدموا كلمة دويتشلاند أو دويتش. وجيرمان دي وصف يعني بالروماني كان معناها الهمج، الشعوب الهمجية. نفس الكلام على شعوب شمال أفريقيا اللي كان اسمهم البربر. هم برضو ما كانوش بيسمون نفسهم بربر أو بربريان. وده تسمية
من شعوب تانية للشعب بتاع شمال أفريقيا، اللي هم موجودين في يعني في ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وكده. فالكلمة فراعنة هي كلمة أجنبية بتتقال على المصريين، ولكن هي الكلمة الأكثر شيوعا. يعني هي مش كلمة، ما بقتش غريبة. يعني بقى أغلب الناس لما بيتكلموا على العصر بتاع المصريين القدماء بيقولوا عليهم فيروز أو فراعنة. وأعتقد إن ده بسبب انتشار المسيحية واليهودية قبل يعني اليهودية هي اللي قالت فرعون. وبعد كده المسيحية هي اللي كملت وانتشرت في العالم، بقت كلمة فراعنة هي الكلمة الأكثر شيوعا. يعني دي هو أول. أنا عايز أقول إن كلمة فراعنة كلمة علميا غلط، لأن هي بتطلق على العصور الأخيرة من مصر القديمة. فمصر القديمة آم، بتمتد 5000 سنة قبل الميلاد. ال 5000 سنة دول منهم 2000 سنة معلوماتنا عنهم قليلة جدا، و3000 سنة هم دول المرصودين. الفراعنة دول اللي هي اسم للملوك في الحوالي الألف سنة الأخيرة. إنما يعني أنت لو رجعت مثلا 3000 سنة من دلوقتي قلت الفراعنة، ما حدش يعني المصريين مش هيعرفوا أنت بتتكلم عن إيه. فيعني يس. النقطة التانية كانت ليها علاقة بالرسمة بتاعة البقرة، وإن هم ما كانش عندهم مشاكل ما عندهمش التزمت اللي عندنا. وأنا أعتقد إن ده بسبب إن هم كانوا أقرب للطبيعة مننا. البشر زمان قبل التمدن والحضارة وكده، كانوا جزء من الطبيعة. ما كانوش بيشوفوا نفسهم بعيد عن الطبيعة، وما كانوش بيحسوا. يعني زمان طبعا قبل الزراعة والرعي، كان فكرة إن أنت زيك زي بقية الكائنات اللي موجودة حواليك، الشجر والزرع والحيوانات والطيور وكل الحاجات دي، أنت جزء منها، وما بتحسش إن أنت فرق مختلف عنهم. وده بنشوف تريسز ليه في القبائل البدائية، أو القبائل اللي لم تحتك بالحضارة الحديثة، اللي هي موجودة. هتلاقيها موجودة في بعض دول أو في بعض المناطق من أفريقيا، بعض الأماكن من آسيا. هتلاقيها في عند السكان الأصليين في أمريكا الشمالية أو الجنوبية. هتلاقي إن هم مرتبطين أكتر بالطبيعة، وما عندهمش الإحساس بالاستعلاء اللي عندنا النهاردة تجاه بقية الكائنات اللي موجودة حوالينا. اعتقد ان برضو اهتمام المصريين بالزراعه، او الزراعه كانت جزء كبير من حياتهم. فكانوا بيابريشيت، او كانوا بيقدروا قيمه الطبيعه وقيمه الحيوانات اللي هم بيستخدموها في الزراعه، وبتمدهم بالاكل والغذاء وكده، لان البقره دي هي رمز للخير وكل والريبرودكتيفيتي، او اسمها ايه، الفيرتيليتي، اللي هي الخصوبه. يعني انا اعتقد ان هي رؤيه اي شعب للدين بتبقى منطلقه من البيئه اللي هو فيها. احنا يعني مش للاسف، اللي حصل ان الاديان الحديثه هي اديان جايه من بيئه صحراويه او بيئه بدويه. فالبيئه البدويه مختلفه عن البيئه الزراعيه اللي كانت موجوده في مصر. وده طبعا بيبان في بيبان في تصورات للآلهة وكده. يعني سوري للإطالة، بس دي غير كانت. الدogma اللي بتختلط بالدين، إن هي بتخلي المسألة مطلقة. يعني لو في حاجة في النص فأنت بتبص لها بصورة مطلقة، مع إن إحنا عندنا أدلة كتير على إن الناس الأولانيين في بداية الدين ما كانوش بيبصوا للأمور بالصورة المطلقة الموجودة دلوقتي. طيب خلينا نتنقل للخبر الثاني، وهو برضو من مصر. آه وأنا أتمنى إن الناس طبعا هو الخبر يعني محتاج توضيح. آه، أغلب الأماكن كتبت بيقولوا إحنا دلوقتي عرفنا إزاي الأهرامات اتبنت.
حقيقة يعني لما تقرا في التفاصيل، لا يا جماعة احنا ما زلنا نجهل ازاي الأهرامات اتبنت. هي الخبر عن اكتشاف فرع للنيل اللي هو كان بيمر قريب من الأهرامات. لو انت شايف ده الفرع اللي هو لونه أزرق خفيف لايت بلو هنا، وده مختلف عن الفرع الحالي اللي هو الدارك بلو. وده أمر مش غريب لأن الأنهار بتتحرك، يعني الأنهار مش بتكون ثابتة في مكانها over the years. فأنت تلاحظ إن الفرع القديم، لو تمشي هتلاقي إن كل الأهرامات مبنية غرب الفرع القديم. وهو كان من عادة المصريين إن هم يدفنوا في الضفة الغربية، يعني الناحية الغربية دايما يدفنوا فيها، ليها أسباب في العقيدة بتاعتهم. فده الخبر الحقيقة إن هو اللي احنا شايفينه هنا. الدكتورة إيمان غنيم اللي هي موجودة هنا قدرت إن هي، وهي الحقيقة التخصص بتاعها في يعني أقرب للجيولوجي، قدرت تكتشف الفرع ده وترسمه تمام على الخريطة. فإحنا كده اكتشفنا الفرع اللي كان مستعمل. آه، من المعروف ان الحجاره بتاعت الهرم كلها جايه من الجنوب، جايه من الاقصر واسوان. فكان نقلها للجيزه مساله مش سهله، ومساله محتاجه بالضروره محتاجه لمراكب. بدون مراكب كان معناها ان هم يمشوا المسافه، او حتى لو وصلوا بالمراكب للنيل الموجود دلوقتي، فالمسافه كبيره جدا ما بين الجيزه والنيل. فده الخبر ده هتلاقيه بيتنشر في المجلات اللي هي غير العلمية. تلاقيهم دايما بيقول لك ايه، اكتشفنا ازاي الاهرامات اتبنت. طبعا احنا ما اكتشفناش، احنا بس اكتشفنا فرع النيل القديم اللي بيوصل لنقطة اقرب كتير للهرم. دول الخبرين اللي عندي النهاردة عن أجدادنا المصريين. برضو عندك تعليق يا فادي على الخبر؟ لا، هو انا كنت عايز اكد على كلامك ان هو فعلا احنا دلوقتي عارفين ازاي الحجاره اتنقلت، او عارفين ان الحجاره اتنقلت عن طريق النيل. واللي برضو المعلومه الاضافيه اللي انا ممكن ماي تو سنس في الموضوع ده، ان الدلتا برضو ما كانتش فرعين بس. الدلتا دي كانت فيها كذا فرع، يعني كذا فرع واصل لغاية البحر المتوسط. ما كانتش فرع رشيد ودمياط بس. كانت يعني الدلتا كانت دلتا مش ثنائية، كانت فيها كذا كذا خط، مش خط واحد. مم. والمعلومة التانية اللي يمكن ما يعني برضو ما لهاش علاقة بالأهرامات قوي، ان المصريين ما كانوش عايشين في مصر في الاول. المصريين كانوا عايشين في الجنوب، او الجنوب كان وقتها الجنوب ده عبارة عن سافانا شبه الغابات بتاعت وسط افريقيا. ومع انحسار الميه فضلوا ماشيين ورا الفرع اللي يعني الميه اللي موجوده، لان هي ده اللي كان بيديهم مصدر للحياه. وتشكلت مصر بالشكل ده مع التغيرات المناخيه اللي حصلت والجفاف اللي حصل في المنطقه دي. وما فضلش غير نهر النيل اللي هو اللي حواليه اتبنت الحضاره المصريه. ولغايه دلوقتي مصر معتمده اعتماد اساسي على نهر النيل. لان يعني كلنا عارفين ان مساحة مصر كبيرة جدا، ولكن يعني الغالبية العظمى من المصريين عايشين حوالين نهر النيل. فهو ده يعني الحتة دي ما كان يعني الأجداد بتوع المصريين القدماء ما كانوش عايشين في المنطقة دي. كانوا عايشين في منطقة استوائية أو غابات استوائية. وحتى النقوش اللي كانت موجودة كانت بتشرح، كانوا هم عايشين زي الناس في أفريقيا، بقية أفريقيا يعني. ومع انحسار
مع الجفاف وان المنطقه دي تحولت لمنطقه صحراويه بالتدريج، اتبنت الحضاره المصريه حوالين نهر النيل اللي سمح بالحياه في المنطقه دي. يعني دي معلومه برضو بمناسبه ان احنا بنتكلم على الانهار والنهر النيل طيب، هو لأن الشيء بالشيء يذكر يعني، في آية في القرآن اللي هي فرعون بيقول فيها ألم ترى أن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ف يعني آه، من ضمن الأسئلة التقليدية اللي موجودة من بداية ظهور الإسلام هو إزاي القرآن بيقول هذه الأنهار وهي مصر ما فيهاش غير نهر واحد. والحقيقة إن ما فيش رد منطقي على هذا الخطأ يعني. في رد منتشر ما بين المصريين اللي هو قاله الشيخ الشعراوي. قال إن نهر النيل بيعملوا ترع ومش عارف إيه وحاجات كده فبيسموها أنهار. محدش يعرف مين اللي بيسموها أنهار خالص. يعني لو إحنا هنرجع للبرديات ونشوف، البرديات بتتكلم على نهر النيل. never ever ever قالوا أنهار. ف لو المصريين قالوا أنهار يبقوا مغلطوا، المفروض إن القرآن يصلحها. ولو المصريين بيقولوها نهر يبقى القرآن غلط. ولو المصريين حتى يعني آه، بينهم وبين بعض بيقولوا أنهار، فرعون ده راجل جامد، ده ملك مصر. ملك مصر بيقعد مع العلماء بتوع مصر اللي هم مش قليلين خالص يعني، ومعرفتهم بالجغرافيا وبالطبيعة معرفة قوية جدا. المفروض هيكون هو متعلم وعارف ان ده نهر مش انهار. فيبقى الخطأ ويبقى الحوار عن تصحيح هذا الخطأ يبقى حوار غير منطقي. آه، يعني لو ان ال- آه، لو ان كان في انهار، قولوا لنا فين، لان ما فيش اي حاجه تثبت ان كان في انهار، هو نهر واحد. والنهر الواحد ده ممتد يعني، حتى لو انت بتنزل لجنوب الخرطوم، وده ما كانش جزء من مصر، مصر وصلت لجزء من السودان بس في اغلب الاوقات شمال الخرطوم. بس لو تخيلنا حتى انها نزلت، حتى السودانيين بيسموا الفروع اللي بتمد النيل بيسموها النيل. فالنيل الازرق، النيل الابيض، ما بيقولوش ايه، مش نهر مختلف، هو مجرد فرع بيمد. فلو كان فرعون بيتكلم، يعني صعب جدا انه كان يقول انهار. آه الكلام ده كلام بيتقال من حد ما عندوش فكرة خالص ايه هي مصر. وهو الحقيقة القرآن فيه أخطاء كتيرة ليها علاقة بمصر. خلينا نتنقل لخبر تاني، وهو خبر الحقيقة light and very nice. هل الكتابة آه، أفضل من إن إحنا نكتب على الكمبيوتر؟ يعني هل الكتابة بالإيد كده إنك تكتب بخط إيدك أفضل من الكتابة على الكمبيوتر؟ لو كنا بنتكلم على التفكير، يعني مثلا لو أنت بتألف نص أو مثلا حاضر في اجتماع وبتاخد نوتس، أنهين أفضل، إنك تكتب على الكمبيوتر ولا تكتب بإيدك؟ البحث هنا بيتكلم على إن الكتابة اللي هي باليد بتساعد أكتر على التركيز. والشيء الأساسي هنا إنها بتimprove، بتحسن الاستدعاء الميموري للكلام اللي بيتكتب. بالإضافة إن هي بتخليك تسلو داون، بتبطئك شوية، خليك تركز على الكلمات المهمة. يعني إيه؟ يعني مش هتكتب، يعني لو أنت مثلا بتحضر محاضرة وبتكتب ورا الدكتور، غالبا مش هتكتب كل الكلام، هتركز في إنك تكتب ألفاظ معينة اللي هي غالبا الفيربس اللي ليها علاقة، أو اللي بتحدد أو البروفيربس اللي بتحدد
المعنى اللي انت عايز توصل له. فده كمان في دراسة عن ايه إيه الاجزاء اللي في المخ بتكون اكثر تفاعلا في لحظات الكتابة، في اثناء ما انت بتكتب. آه، وايه اللي هنخسره كبشرية لو بطلنا نكتب بايدينا. فده موضوع الحقيقة مهم. أنا هحطه لفادي على أساس لو يقدر يحطه يعني في التعليق على الفيديو، لأنه آم، يعني أظن إنه مفيد للناس إنها تعرف المعلومات دي، لأنه ممكن يساعد الناس في المذاكرة. ده اللي أنا في تفكيري الحقيقة. هو ده اللي انا كنت عايز اقوله، ان انا زمان واحنا في المدرسه والكليه وكده، كان من ضمن الجود براكتسز ان انت وانت بتذاكر ان انت تكتب اللي انت بتذاكره. آه وده فعلا انا كنت بعمله، وكانت فعلا المعلومه اللي انا بكتبها بتبقى يعني حاضره في ذهني اسهل بكتير من ان انا مجرد بس بقرا الكلام اللي موجود في الكتاب او كده يعني. فاستخدام الكتابه، وطبعا وقت ما انا كنت في مدرسه ما كانش فيه كمبيوتر اصلا علشان اكتب بيه عليه يعني، فكان الكتابه هو الحاجه الطبيعيه. فده فعلا ده كان من ضمن النصايح اللي بتتقال للناس، من غير بقى ما نعرف ده بيأثر على البرين ازاي وما اعرفش ايه، بس هو كان حاجة واضح انها معروفة. والدليل ان انا اتقالت لي وانا ايام الدراسة، وانا كنت فعلا بعمل كده. وكانت المعلومة اللي انا بكتبها بتبقى ثابتة في دماغي اكتر بكتير من المعلومة اللي انا مجرد بقراها وخلاص. أنا آه، كنت واحد من الناس يا فادي اللي هو بحاول أخلص المادة بدري شوية عشان أكتب لها ملخص، وبعد كده الدفعة بيروحوا يصوروا. فكان ده مهم جدا عندي، لأن الوقت اللي أنا بقضيه في إني بكتب ده كان بيساعدني جدا. طبعا أنا ما كنتش شاطر قوي يعني، بس كان في أحسن مني كتير. كنت أعمل كده في مادة اتنين مش أكتر يعني. بس مش كده وبس. كان اللي بيهمني كمان إن الناس اللي هم بيصوروا ورق وبيقروه كانوا دول زي ما تقول بيراجعوا الفهم بتاعي. يعني انا لو فهمي غلط بيجي لي حد يقول لي انت قلت كذا وهي مش كذا وكده يعني. فده كله كان يعني الواحد بيبتدي بان هو تحاول تفهم المادة وتحاول تكتبها، وانس انك كتبتها بايدك وبالفاظك وبتعبيراتك انت. ده بيخلي الواحد يفهمها كويس جدا يعني الحقيقة. طيب نتنقل على الخبر اللي بعده. تحب تدخل انت ولا تحب اكمل؟ زي ما تحب انت. شوف، هو انا الخبر اللي انت بعته لي اللي انا المفروض اتكلم عليه، اللي هو انا مش انا اللي مختاره باي ذا واي يعني، هو خبر مش هياخد اكتر من دقيقتين بالنسبه لي يعني. هو ايوه. عباره عن ان يوم السبت اللي فات، اللي هو يوم 19 مايو، في ظاهره حصلت فوق اسبانيا والبرتغال، وهو عباره عن كومت او مذنب انفجر في السماء. وكان ماشي بسرعة حوالي 100 ألف مايل في الساعة. والناس شافته زي ما في الصورة كده، الناس شافته بالليل. وشافوا الألوان بتاعته، اللي الألوان بتاعته دي زي ما كنا بنتكلم قبل التسجيل، هي وسيلة للباحثين والعلماء إن هم يعرفوا مكونات أي جسم فضائي. آه المعادن المكونة أو الماتيريال. آه، أي جسم في السماء أو في الفضاء بيترصد بالتلسكوبات، وبيشوفوا الألوان اللي صادرة منه، والألوان دي بتحدد نسب المعادن أو مكونات هذا الجسم الفضائي. وده فرع مهم من فروع الفيزياء اللي اسمه أستروفيزيكس. أستروفيزيكس معرفش ليه بالعربي قوي، بس أسترو جاية من أسترولوجي، وفيزيكس يعني طبيعة، فممكن نقول اللي هي فيزياء فيزياء الفضاء. فيزياء الفضاء. ودي معلومة أنا عرفتها من نيل ديجراس تايسون، اللي هو أستروفيزيست، اللي كان بيتكلم على
ازاي بيعرفوا مكونات اي جسم فضائي، سواء بقى شمس، نجم، كوكب، مذنب، او اي حاجه من الحاجات اللي موجوده في الفضاء. هو بتراقب الجسم اللي انت عايز تعرف مكوناته، وبتشوف الالوان اللي طالعه منه، والالوان دي تقدر من خلالها تعرف نسب المعادن اللي موجوده عليه. وانا الحقيقه اللي يهمني في الخبر ده حاجه، يعني انا عايز اتكلم مع الناس اللي بيسمعونا، لان اخبار الفضاء اخبار يوميه ونصف يوميه، ويعني كل ساعه وكل لحظه في حاجه حاصله. انا زمان لما كنت في مصر آه، كنا نقعد نتكلم على الفضاء، كان عندي تخيل ان خلاص، ما هو من ساعه ما طلعنا القمر ما خلاص خلصت، يعني احنا قاعدين ما بنعملش حاجه يعني. الحقيقة هي الأخبار والمعلومات والتحاليل شبه يومية. في عندك حاجة بتحصل في جزء ما على الكرة الأرضية، وفهمها أو رصدها بيؤدي لتحسين فهمنا للكون اللي احنا عايشين فيه ده. فالفضاء ده مش حاجة، هو حاجة فاضية أو اولموست فاضية. يعني ممكن أتكلم في وقت تاني إذا كان الفضاء، كلمة الفضاء كلمة سليمة. لكن يعني هي ترجمة من كلمة سبيس، بس كلمة سبيس لا تعني فراغ أو شيء ما فيهوش حاجة يعني. بس اللي عايز أقوله إن باستمرار في أحداث حاصلة من الفضاء، وأحداث مهمة وبتغير فهمنا للدنيا. هتنقل دلوقتي على آخر خبر معانا، والخبر ده ربما ياخد مننا وقت طويل في المناقشة لأن له أبعاد كتيرة. الخبر عن الويسل ويسل بلور. الويسل بلورز دول هم الناس اللي بيتكلموا، بيشوفوا حاجة غلط سواء في الشركة اللي هم شغالين فيها أو في الحكومة أو في أي مكان، وبيبتدوا يفضحوها. في الغرب باستمرار قوانين للويسل بلورز. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى تعال نفترض ان انا شغال في مكان ما في الحكومة الامريكية، وشفت شيء غلط من المدير بتاعي او من الادارة بصورة عامة، ونظرا لوضعي ومكاني فانا اقدر اشوف المشكلة اللي حاصلة. ايه اللي اقدر اعمله؟ حسب القوانين في امريكا، او القوانين دي متكررة في كل دول العالم الغربي، اني اقدر اتصل باماكن معينه في الحكومه، اقول لهم انا شايف حاجات غلط، وقبل ما ابتدي اقول لهم ايه اللي شايفه وادي لهم مستندات واثبت ده، في حاجه اسمها ويسل بلور اكت. الويسل بلور اكت ده عباره عن انه قانون بيحميني، بحيث ان محدش يقدر يتعرض لي من الحكومه، حتى لو كان رئيس الدوله محدش يقدر يتعرض لي. محدش، سواء الكلام اللي بقوله ده في النهاية هيطلع صح أو في المحكمة، لأن ممكن ندخل المحكمة تكون الأدلة غير كافية. لكن لازم يتم حماية الويسل بلور. فحماية الويسل بلور ده شيء مهم جدا وأساسي جدا في القوانين الغربية. طيب الحماية دي بتتم ازاي؟ الحماية دي بتتم على مستويات متعددة. إذا كان الويسل بلور ده في اورجانيزيشن مش صعب قوي فبتتم حمايته، بتتم حمايته برضو من خلال الويتنس بروتكشن اكت، اللي هو ممكن يخفوا الايدنتيتي بتاعتك وتتنقل تعيش في ولاية تانية ومحدش يعرفك، محدش يعرف انت مين، يتم اخفائك تماما يعني. وليها درجات كتيرة ومتعددة. ولكن لو كنت انت بتواجه فساد قوي ومتشعب، المسألة دي بتكون أكثر صعوبة. ولو كنت بتواجه منظمة ضخمة أو هيئة ضخمة زي مثلا البيت الأبيض أو كده، بتكون أصعب وأصعب، وحمايتك بتكون أصعب وأصعب وأصعب. وده بيرجعنا مثلا لحاجة زي ووتر جيت. فضيحة ووتر جيت إن في 1973
ان رئيس الدولة، رئيس امريكا، امر المخابرات ان هي تتجسس على المعارضين بتوعه. ففي جزء من المخابرات الأمريكية قالوا لا، اللي بيحصل ده غلط وإحنا مش المفروض نسمع كلام رئيس الدولة. وجزء تاني قال لا، إحنا المفروض بنسمع كلام رئيس الدولة، هو أدرى، ما يمكن دول المعارضين بتوعهم على اتصال بأعدائنا زي الاتحاد السوفيتي في الوقت ده. وده كان موضوع كبير جدا، وخد وقت طويل جدا من المناقشات في أمريكا. هل رئيس الدولة احنا مطلوب مننا نسمع كلامه بغض النظر إذا كان كلامه مطابق للقانون أو معارض للقانون؟ لأنك ممكن تحط سيناريوهات كتيرة إن رئيس الدولة يطلب منك تعمل حاجة مخالفة للقانون، ويكون ده في مصلحة الدولة. وكان القرار اللي وصلوا له ان لا، ما ينفعش ان احنا نخالف القوانين. واحنا الحقيقه دلوقتي في موضوع ترامب احنا عايشين نفس المشكله مره تانية. هل ممكن ان رئيس الدوله ده يبقى فوق القانون ويتخطى القانون ولا لا؟ البحث اللي بتكلم عنه هنا بحث الحقيقه بحث قديم من 1960. الاول اتعمل بحث من 1932 ل 1972، يعني 40 سنة. وبعدين بحث تاني من 1960 ل 72، وبعدين بحث تالت من 2011 ل 2016. الأبحاث دي متكررة. الأبحاث دي آه، بتمر بالمراحل كتيرة، بيدرسوا الناس الويسل بلورز دول. لكن أنا هيهمني جانب معين، يعني أنا مش هتكلم على كل البحث، أنا هتكلم على جانب معين. هل الويسل بلورز دول في النهاية عاشوا حياة أفضل ولا ما عاشوش حياة أفضل؟ بمعنى، هل كان من مصلحتهم إن هم يتكلموا ويفضحوا الفساد، ولا كان من مصلحتهم إن هم يسكتوا؟ فأنا شايف إن دي نقطة مهمة. أنا عايز أسمع تعليقك قبل ما نكمل يا فادي. آه، أي حد في رأيي يعني بيمشي عكس التيار بيواجه هجوم كبير، لأن يعني بطبيعة البشر إحنا بنميل إن إحنا نبقى وسط القطيع، لأن القطيع ده بيدينا الأمان، وده ليه أسباب تطورية. فأي حد بيطلع خارج السرب بيكون مصدر للهجوم عليه، مصدر قلق. مصدر قلق منه، وبالتالي الهجوم عليه. ولكن الناس دي بتفضل موجودة، وعلى مر العصور بيبقوا موجودين، وبسبب الناس دي المجتمعات بتتقدم. لأن لو كل الناس 100% من الناس ما حدش فيهم بيعترض أو بيتمرد على الوضع القائم، كنا هنفضل لغاية النهاردة محلك سر، لسه قاعدين في الكهف، ما بنولع حتى النار مش عارفين نولعها أساسا. يعني هو آه، الويسل بلورز دول هيفضلوا موجودين في أي مجتمع. نسبتهم طبعا قليلة، مش كتيرة، ولكن الناس دي هم المحرك الأساسي لتقدم أي مجتمع. وعشان كده أنا طبعا بحترم القانون الأمريكي اللي بيحمي الناس دي، لأن أمريكا بلد بتستخدم الكومن سنس، اللي هو المنطق البديهي، اللي هو عرفوا ان وجود معارضه. طبعا دي من الحاجات المهمه قوي في اي بلد ديمقراطي او اي بلد مجتمع حديث، هو ان انت لازم تحرص. انا واحد من الناس، بغض النظر عن انتمائي السياسي او ميولي السياسيه، انا من مصلحتي ان دايما يبقى في معارضه، حتى لو المعارضه دي انا مختلف معاها. لان وجود معارضة هو دايما بيكون محرك للأمام، مش للخلف. فالسؤال بتاعك، هل الناس دي بيعيشوا بعد كده كويس؟ أغلبهم لا طبعا، بيتم الهجوم عليهم في رأيي. يعني أغلبهم بيتم الهجوم عليهم، و... وناس كتيرة بتبعد عنهم، و يعني مصالحهم ممكن تتهدد وحاجات كده. يعني ولكن تأثيرهم مهم ووجودهم مهم،
والازعاج اللي بيعملوه للمجتمع ده ازعاج صحي، مش ازعاج وحش. وده اللي احنا والقناه اللي هنا مثلا، القناه بتاعتي هي واحده من الويسل بلورز اللي ماشيه ضد التيار. وطبيعي انا واحد من الناس عارف كويس قوي نتيجه اللي انا بعمله. نتيجه اللي انا بعمله هو ان ناس كتيره انا كنت اعرفهم قريبين مني بعدوا عني. طبعا كسبت اصدقاء جدد، ولكن المجتمع اللي انا كنت فيه تقريبا ما بقتش جزء منه anymore. واعتقد ان ده حال اي حد بيمشي عكس التيار. وجودهم مهم، وعشان كده زي ما انت قلت كده في قوانين اتعملت علشان تحميهم. وده ذكاء من النظام السياسي في أي بلد حديثة، لأن الهدف من السياسة أو الهدف من القوانين هو إن إحنا نضمن إن المجتمع يبقى عنده آلية إن هو يتحرك للأمام يعني. هو الحقيقة الشيء الجميل، انت you hit it right on the head. يعني كل كلامك الحقيقة، يعني الريسيرش اللي هتكلم فيه هو اللي انت بتقوله يعني، ببساطة يعني. فانت مكشوف عنك الحجاب يا الحقيقة، انا اللي بيعجبني حاجات كتيرة هنا. واحدة منها ان مش لان هم حطوا قانون يحمي الويسل بلورز ان خلاص احنا كده بقينا فل واتعشت ومية مية. ده هم بيعملوا ابحاث، وابحاث تستمر لسنين علشان نعرف اذا كان فعلا القانون شغال ولا لا، وجايب نتيجة ولا لا. ونكرر، يعني كل شوية نكرر. عايزين نعمل ابحاث تاني، عايزين نتأكد ان النظام ده شغال. مش احنا مثلا ايه، نعمل مثلا قانون يقول احنا هنخفض ايجار الشقق، احنا كده مية مية، ونقعد على القانون اللي عمله عبد الناصر سنة 1960، نقعد عليه لسنة 1999. احنا كده تمام. احنا يا جماعة انتوا لازم تدرسوا القوانين دي جايبة نتيجة ولا لا، ولو مش جايبة نتيجة، مش جايبة نتيجة ليه، لو بتأذي المجتمع. فهنا ال الأبحاث اللي اتعملت من سنة 32 لغاية دلوقتي، أنا ببص من الأبحاث دي، الحقيقة أنا دورت على سؤالين اتنين. السؤال الأولاني، هل الناس دي عاشت عيشة مساوية لزمايلهم اللي ما تكلموش؟ فهم الأبحاث اتعملت إن فلان الفلاني مثلا كان بيشتغل في البوزيشن الفلاني، وده خريج كذا كذا، وزميله كذا كذا، هما الاثنين في نفس يعني باراليل، وابتدوا يشوفوا حياة اللي اتكلم وحياة اللي ما اتكلمش، وبيعملوا مقارنة. فاللي لقوه on the average، الناس اللي اتكلمت آه، ما حققوش في حياتهم قد الناس اللي ما اتكلمتش. يعني اللي قعدوا ساكتين حققوا في حياتهم إنجازات شخصية أفضل. أفضل بمقدار قد إيه؟ قالوا الفرق في حدود من 10 ل 12%. فرق مش كبير قوي يعني. الناس اللي اتكلموا ما حققوش نفس المستوى من الحياة الاقتصادية أو الحياة بالنسبة للسعادة، بالنسبة لإحساس السعادة، لقوا إن الناس الويسل بلورز إحساسهم بالسعادة انخفض بشدة في فترة المشكلة ما كانت حاصلة. وده غالبا بياخد وقت لغاية اما القضاء بيبت في الأمور، وبعد كده بيبتدي إحساس السعادة بتاعهم بيريكفر ويعلى. إحساس الناس اللي مش ويسل بلورز في الفترة دي السعادة بتاعتهم more or less the same. فلقوا إن الويسل بلورز بينزلوا وبعدين بيطلعوا، اللي مش ويسل بلور إحساسه بيبقى بينزل شوية بسيطة قوي في فترة المشكلة، وبعد كده بيريكفر، لكن ما بيعلاش للمستوى اللي بيوصل له الويسل بلور على اللونج ران. السؤال التاني اللي كان مهم جدا عندي، هل الويسل بلور في النهاية
ندم على انه عمل الويسل بلوينج. الشيء الغريب ان كلهم ما ندموش خالص، والسؤال اللي بيتكرر لو رجعت بيك الايام هتعمل اللي عملته، كله بيؤكد ايوه انا كنت هعمل كده. واحساسهم بالرضا بيعلى جدا في السنين المتاخره في العمر. بيبقوا عندهم إحساس بالسعادة وبالرضا عن حياتهم أعلى بكتير جدا من الناس اللي سكتت. الحقيقة إن في جزء من الناس اللي ما عملتش ويسل بلوينج لما بيوصلوا لسن الريتايرمنت 60 فما فوق، بتبتدي إحساسهم بالسعادة بينخفض، لأنه عندهم إحساس بالذنب إن هم ما خدوش موقف في الوقت اللي هو كان لازم ياخدوا فيه موقف. فده شيء مهم. فانا هكرره بس علشان نوضح. الناس الويسل بلورز احساسهم بالسعاده بينخفض في فتره المشكله، بيريكفر بعد المشكله، وبيعلى بعد كده، وبيعلى جدا في فتره الريتايرمنت. اللي ما عملش ويسل بلوينج احساسه بالسعاده بيقل بسيط جدا في فتره المشكله، لانه حاسس بالذنب ان هو مش انسان كويس. بيريكفر بعد كده، لكن بيرجع عند السن الكبير إحساسه بالسعادة بينخفض بدرجة مش قليلة. بيبتدي الجلد أو الشعور بالذنب بيأثر فيه بدرجة كبيرة. ده اللي كنت عايز أتكلم عنه عن الويسل بلور. وأنا أتمنى إن الناس اللي بيسمعونا يبتدوا يفكروا، لأن المشكلة الغرب مش عبارة عن إن هو أصل عنده شوية إنجازات علمية وخلاص، والغرب مش إن عنده شوية ثروة وخلاص. الحقيقة إحنا لو نتكلم عن الغرب لازم نفهم إن إحنا بنتكلم على منظومة متكاملة. التعليم بيسقي العلم، بيسقي التطور العلمي، لكن بيسقي كمان الأخلاق. والأخلاق والعلم بيسقوا الحياة والنشاطات الاجتماعية. والمسألة يعني شبكة كاملة متكاملة من الحياة اللي بتسقي بعضها بعض وبتكمل بعض، وباستمرار احنا بنعمل الأبحاث بنشوف الدنيا ماشية صح ولا لا، علشان الجزء اللي في الشبكة ده مش مظبوط نظبطه. فده المسألة المهمة عندي، إن أنا أو الدروس اللي أحب إن إحنا نتعلمها من النوعية دي من الأبحاث. تمام جدا الكلام ده. انا يعني كويس ان انت قلت ان انا بفكر بشكل يعني شبه الابحاث دي يعني. بس هو الحقيقه ان انا مش بقول الكلام ده من دماغي، انا الكلام ده بشوفه بتعلمه وبيتقال عن يعني هنا. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي موجودة في امتحان الجنسية لما قدمت على الجنسية الكندية، بيدونا كتاب بيتكلمنا على تاريخ كندا والنظام السياسي. وكان من ضمن الحاجات اللي لفتت انتباهي وانا بذاكر الكتاب ده، او يعني بذاكر علشان الامتحان، how يعني they stressed او كانوا بيأكدوا على أهمية وجود المعارضة في النظام السياسي. آه، علشان يعني علشان تبقى جزء من المجتمع الكندي انت محتاج تفهم الكالتشر او الثقافة في المجتمع ده. واكتشفت ان في ناس بتفيل في الامتحان ده لان هم اغلبهم بيبقوا من تشاينا او من الصين. يعني انا لما رحت الامتحان لقيت في واحدة سقطت في الامتحان. انا بالنسبة لي الامتحان ده سهل جدا. ليه؟ لأن هي ما هي عاشت طول عمرها في ظل نظام قمعي ما عندوش الأفكار بتاعت المجتمع الغربي. وبالتالي يعني في أسئلة مثلا اللي هو لو قدامك متهم والمتهم ده ما اعرفش ايه، المفروض في حاجة في كلمة كده معروفة اسمها ديو بروسيس، او ان هو قيد التحقيق، فهو بريء حتى تثبت ادانته. والكلام اللي احنا بنردده في مصر، ولكن للاسف يعني ما بننفذوش قوي. في الصين بالنسبه لهم الكلام ده مش موجود، فاللي هو ايه المشكله لما واحد يغلط فنروح مموتينه مثلا كده؟ يعني حاجات غريبه كده بالنسبه للثقافه الغربيه.
وعشان كده هنا اللي بيفهم الثقافة الغربية بيعرف يندمج بسهولة أكتر بكتير من الشخص اللي جاي من مجتمع مختلف، ومصمم إن الأفكار اللي هو جاي بيها هي الأفضل. وعشان كده بيحصل صراع كبير عند الجيل الأول، أو عند ناس كتيرة من الجيل الأول من المهاجرين، لأن هم بيبقوا مش قادرين يتخلصوا من الأفكار القديمة اللي جايين بيها من المجتمعات المختلفة عن المجتمع الغربي. ولكن هو مثلا فادي، انا لقيت ناس هنا بتيجي المجتمع ده من قبل ما يجوا، هم عندهم فكره معينه راكبه في دماغهم. بيجي ويقعد في المجتمع وكل حاجه بيشوفها بتاكد له الفكره دي، انما هو ما اختلطش بالمجتمع، ملوش اي علاقه بيه. بالظبط. فانا هضرب مثال اللي هو سيد قطب. سيد قطب لو قريت مذكراته عن امريكا والوقت اللي عاشه في لوس انجلوس، يعني هو بيتكلم كلام غريب جدا. واضح انه مش فاهم المجتمع بالمره، واخد بالك؟ ولكن هو بيدور على اي حاجه في المجتمع علشان تؤكد له اللي في دماغه من قبل ما يجي. يعني هو مش بيشوف المجتمع ويتفاعل معاه ويفهم ايه هو المجتمع، يعمل اوبزرفيشن ويبني آراءه على الاوبزرفيشن. لا، هو انا عندي رأي، وبعدين انا هاجي ادور على ويمكن يعني علشان اوضح المسألة اللي بيسمعونا، المسألة عاملة زي ما تكون انت تتفرج على ماتش كورة، ومن قبل ما تتفرج على الماتش انت بتقول اللاعب الفلاني ده ما بيعرفش يلعب. فاول ما يمسك الكرة اي حاجة يعملها اهو بص شوف، ما بيعرفش يلعب. ما دي مغالطة شهيرة من المغالطات يعني المنطقية، اسمها تشيري بيكينج، ان انت بتدور على الحاجات اللي بتأكد وجهة نظرك وما بتشوفش الصورة الكاملة. انت بتنقي، بتقعد تنقي الحاجات. يعني مثلا اللعيب ده ممكن يكون مثلا عمل 5 باصات، فانت بتدور على الباصة الغلط علشان تقول اهو ده ما بيعرفش يلعب. بس هو ممكن قدام الباصة الغلط عمل 4 كويسين، بس انت لا، انت هتركز على الباصة الغلط، الباس الغلط، لان هو ده اللي بيدعم الفكره المسبقه اللي عندك. وده اسمه مغالطه من المغالطات المنطقيه المعروفه، اسمها التشيري بيكينج، اللي هو انا بقعد انقي من التورته الحاجات اللي هي على مزاجي. طبيعي في اي مجتمع هتلاقي حاجات كتيره، لان اي حاجه في اي مجتمع بتتبع البيل كيرف اوف النورمال ديستريبيوشن، الكيرف المعروف اللي هو اسمه البيل كيرف، اللي هو الجرس، المنحنى الجرسي، اللي يا هو جاوز يعني ان هو اي مجتمع هتلاقي فيه الاغلبيه في النص بدرجات متفاوته، وهتلاقي على اليمين والشمال عدد قليل، ودول الاكستريمست يمين وشمال. فلو المجتمع اغلبه مجتمع خير، هتلاقي الاغلبيه خيرين بدرجات متفاوته. هتلاقي ناس خيرين بزياده اللي هم مستعدين يموتوا علشان يعملوا حاجة كويسة، وناس تانية وعدد قليل من الناس مش خيرين. وهكذا في كل، يعني لو انت مسكت اي صفة هتلاقي في صفة غالبة على الأغلبية بدرجات متفاوتة. على حسب بقى شكل البير كيرف. البير كيرف ده ممكن يبقى الحتة اللي فوق دي عالية، فيبقى الناس قريبين قوي من بعض، او يبقى البير كيرف فلاتند a little bit، فبيبقى الفروقات ابعد شوية على حسب البير. بس في الاخر اي مجتمع هو مجتمع فيه كل حاجة، بس فيه الأغلبية بينتموا لحاجة معينة بدرجات قريبين من بعض، وفي دايما اكستريمست او ناس متطرفين في الطرفين، في الطرف الكويس او الوحش، على حسب انت شايف انت بتتكلم على انهي صفة يعني. ففكرة ان انت انا باكد على كلامك طبعا، ان انت في ناس بتيجي بفكرة مسبقة، والفكرة المسبقة دي بتدور على الحاجات اللي بتدعم الفكره دي، هيلاقوا اي حاجه، لان هو زي ما احنا متفقين ان اي مجتمع فيه كل حاجه. بس كل حاجه دي بنسبه كام؟ ما هو ده السؤال المهم، النسبه كام؟ يعني انت مثلا ما ينفعش تقول لي ده في واحد اتسرق في المنطقه. طيب انا لما بتكلم مع كتير من العرب والمصريين حتى اللي جم امريكا، وجهة النظر العامة ان المجتمع الامريكي مليان فساد.
وهي وجهة نظر مبنية على الفيو بتاع لاس فيجاس. مع ان يعني الامريكان والاوروبيين يعرفوا ان اوروبا اكثر تحررا من امريكا بكتير. يعني المجتمع الامريكي مجتمع محافظ بدرجة كبيرة يعني. لكن هو الناس هو ده اللي في ذهنهم، هو ده الخيال اللي في ذهنهم. من ضمن المصادر اللي هي مش مظبوطة انك تتعرف على المجتمع بيها، هي مظبوطة بدرجة ما ومش مظبوطة بدرجة ما، هي السينما. هل السينما بتعبر عن المجتمع؟ السينما ما بتعبرش. يعني لو شفت الافلام المصرية، تقريبا ما فيش فيلم مصري الا وفيه البار والناس اللي بيشربوا وقاعدين والكباريه والنايت كلاب. ويعني اغلب المصريين عاشوا عمرهم وماتوا من غير ما يروحوا نايت كلاب مره واحده في عمرهم يعني. بس هي كده. هتيجي تتكلم مثلا مع واحد يكون مش عارف مثلا عراقي او من بره مصر وما زارش مصر وكده، هو ده اللي في ذهنه هو. يعني دي الصوره مبنيه من ايه؟ من وسائل الاعلام. الصوره بايظ. فهو لازم الانسان لو عايز يبني صوره حقيقيه واقعيه، لازم يرمي كل أفكاره المسبقة وينزل يعمل اوبزرفيشن ويبني أفكاره على الاوبزرفيشن، مش على ال هي البراير كونسبشنز يعني اللي موجودة عنده. دي مسألة مش سهلة، ومش كتير من الناس اللي بيقدروا يعملوها للأسف يعني. دي حقيقة يعني. طالما انت اتكلمت على يرمي الافكار القديمة دي، انا عايز استشهد بحكمة بوذية او قصة بوذية بتتكلم على الموضوع ده. ان في يعني انت عارف البوذيين بيستخدموا الامثلة او القصص اللي فيها رموز يعني. حكمة يا. اللي فيها حكمة يعني. من القصص اللي أنا معجب بيها قصة واحد كان بيسعى بيدور على الحكمة أو المعرفة، وراح لراهب بوذي كبير مشهور عنه الحكمة وكده. فالراجل ده جاب فنجان شاي، وابتدى يملى الشاي، يملى يحط شاي في الفنجان، ومش بيوقف يعني، عمال يحط الشاي. فالشاي يعني ملى الكوباية أو ملى الفنجان، وابتدى يقع من الفنجان. فالراجل بيقول له: أنت ليه بتعمل كده؟ فبيقول له قال له you have to empty your cup first علشان تتعلم حاجة جديدة. أنت لازم تفضي الفنجان بتاعك علشان يعرف يتملي من جديد. لان انت طول ما انت هو اتملى خلاص. احنا الفنجان بتاعنا اللي هو المخ اتملى بحاجات. الحاجات دي انت وحظك بقى اتملت بافكار شكلها ايه. لو انت عايز تتعلم حاجة جديدة او عايز تبقى اكثر حكمة، محتاج تعرف تفضي دماغك من الحاجات القديمة، او يبقى عندك تقبل لفكرة ان الافكار القديمة دي مش شرط تكون مظبوطة، ويبقى عشان يبقى عندك استعداد ان انت تاخد افكار جديدة. لو انت متمسك بالافكار القديمه، مهما جت افكار جديده حواليك، وانت ما عندكش استعداد ان انت تفضي دماغك من الافكار القديمه، مهما كانت الافكار دي شكلها افضل او مفيده او كده، مش هتعرف تستفيد منها. من ضمن المقولات اللي انا يعني فعلا بحاول اتعلمها وبحاول انفذها في حياتي، هو ان انا I have to empty my cup first لو انا عايز اتعلم حاجه جديده. فضي الفنجان بتاعك علشان تعرف تحط فيه حاجه جديده يعني. معرفش لو في اخبار تانية ولا لا، بس انا كنت عايز انتهز الفرصة النهاردة واحنا بنتكلم على العلم، ان احنا نمنشن او نقول للناس ان الويك اند، اللونج ويك اند هنا في كندا، واعتقد في كل الدول اللي تحت التاج البريطاني، بتحتفل ب الكوين فيكتوريا دي. فيكتوريا داي. والملكة فيكتوريا دي أنا في رأيي يعني هي في إيرا كده، أو في حقبة من حقب الإمبراطورية البريطانية اسمها الفيكتوريان إيرا، أو العصر الفيكتوري. وده عصر كان فيه ازدهار للتكنولوجي والصناعة والعلم وكده.
وتسمى باسم الملكة فيكتوريا، لأن الملكة فيكتوريا كانت من أهم داعمي العلم في بريطانيا. وده في رأيي نموذج ومثال عظيم للطبقة الأرستقراطية. لأن الطبقة الأرستقراطية ممكن يكون لها دور فعال في إنها تدعم أي حاجة. أنت يعني على حسب الأرستقراط ده بيحاول يدعم إيه. ممكن يدعم حاجات أصولية، وممكن يدعم حاجات تقدمية. وكوين فيكتوريا اللي احنا بنحتفل بيها في الويك اند ده من الشخصيات اللي أسهمت وليها دور كبير في تقدم الدولة البريطانية عن طريق اهتمامها ودعمها للعلم. ويعني طالما الشيء يذكر، يعني أنا في رأيي برضو إن الطبقة الملكية أيام مصر القديمة ساهمت بقدر مش قليل في بناء كذا جامعة. يعني جامعة القاهرة هي جامعة اتبنت يعني اللي عملها أو اللي ساهم فيها الملك، يعني مش فاكر الملك فؤاد أو حاجة كده. آه، هي كانت الأرض كانت متبرعة بيها واحدة من العيلة المالكة. يس. بس أنا مش فاكر الأسماء. هو اعتقد ان الجامعه كانت اسمها جامعه الملك فؤاد الاول، حاجه آه، كده. وده في رايي يعني احنا المفروض يعني الطبقه الارستقراطيه الكويسه، ما مش كل الارستقراط فاسدين يعني. في ارستقراط او ناس اغنياء بيبقى ليهم دور كويس في واسهامات كويسه في العلم. والعلم ده مش برضه مش رفاهية. هو زي ما احنا اتكلمنا كده على الويسل بلورز. العلم هو أهم وسيلة في تقدم أي مجتمع. المجتمعات اللي ما عندهاش علم مش هيبقى عندها فرصة للتقدم. فهو عمل مهم، ومش عمل كده مش رفاهية. وهتلاقي ان كل الدول المتقدمه هي دول متقدمه علميا. وهتلاقي ان الاغنياء فيها بيساهموا بدرجه او يعني بدرجات مختلفه في التبرعات للمؤسسات العلميه. هتلاقي مؤسسات علميه كتيره، جامعات ومراكز بحث وحاجات كده. جزء من الفاندنج بتاعهم او الدخل بتاعهم بيكون جاي من التبرعات بتاعت الناس المقتدره، يعني اللي بتقدر العلم يعني. وكوين فيكتوريا شخصية من الشخصيات اللي أنا بعتبرها نموذج محترم. ساهم وساعد ودعم العلم في بريطانيا. وتسمى العصر ده بالعصر الفيكتوري بسبب إسهاماتها. لو هي ما كانتش عملت حاجة في الحاجات دي، ما كانش حد هيفكر يحط اسمها على العصر ده. فهي الفيكتوريان ايرا او العصر الفيكتوري هو عصر متسمي على اسم الملكة فيكتوريا، اللي هي ما كانتش حلوة على فكرة، بس هي كانت شخصية مهتمة بالعلم، وكانت بتدعم العلم بشكل كبير. وأعتقد أن الأكاديمية الملكية البريطانية للساينس ازدهرت في الفترة بتاعتها بسبب إسهاماتها يعني ودعمها للمجتمع العلمي البريطاني. ما اعرفش لو عندك اي تعليق على الكلام ده، بس انا فعلا بحترم الست دي يعني. لا أبدا. أنا لا، أنا I will stay away، لأن هي كان كوين فيكتوريا كان ليها حاجات مش كويسة عملتها. يعني هي كان طبعا ده عصر من عصور الكولونايزيشن الاستعمارية، وهي كانت شخصية استعمارية يعني. آه، يعني هو احنا لازم نقيم كل ملك او سياسي في تاريخه، في نطاق العصر اللي هو كان عايش فيه يعني. هو في العصور دي كان ده الطبيعي، انك تروح تغتصب دول تانية يعني، وكان ده العادي. آه، ويمكن لما بننتقد حاجات عملوها العرب زمان، بعض الناس يقول لك طب ما الدول التانية كانت بتعمل كده. ايوه، الدول التانية كانت بتعمل كده، بس ما تدعوش ان ده امر الهي او ان ايه يعني.
يعني لو انت بتبص لها على ان زي، معلش يعني، هو انا بلجأ كتير للكوره لانها بتشرح لنا حاجات كتير. لو احنا بنتكلم ماتش كوره وشفنا لاعب ضرب التاني واللاعب التاني ضربه، يعني خلاص هو ده بيضرب وده بيضرب، ماشي الاتنين غلطانين. بس لما تيجي تقول على واحد منهم لا اصل ده يعني ايه، ده اوامر الهيه، ده ربنا اللي قال له اضرب اللاعب اللي قدامك، اديله بالشلوت يعني وانت بتلعب. هنا احنا بنحاول نفهم الناس ان ده كلام مش منطقي، كلام مش طبيعي يعني. ولكن العصور القديمة كان في انتهاكات كتيرة، ما كانش في حرية للإنسان. كان في مشاكل كتيرة آه، بنظرتنا الحالية، باستعمال القيم الحالية أو الإيثكس اللي احنا عايشين فيها في عصرنا الحالي. كان في مشاكل كتيرة. آه، طالما يعني طالما اتكلمنا على النقطة دي، أنا عايز برضه أقول إن العصر العباسي في الدولة الإسلامية أو الدولة العربية، وتبقى عايز تسميها إيه، كان عصر فيها ازدهار للعلم في العالم، على مستوى العالم. ده كان فترة مهمة جدا في تاريخ البشرية من الناحية العلمية. وده لأن هم كانوا مهتمين بترجمة الكتب الكتب، أي كتاب معدي لازم يترجم، او يتاخد منه، يعني اي مركب عليها اي كتاب مم. كان لازم يترجم بأوامر ملكية يعني. ويا إما المركب تاخد نسخة من الكتاب، أو الكتاب الأصلي بعد ما يتاخد منه نسخة. ومكتبة أعتقد مكتبة بغداد كان من أهم المكتبات في الفترة دي، زي مكتبة اسكندرية، لأن مكتبة اسكندرية كانت بتعمل كده في الفترة اللي كانت فيها اسكندرية عاصمة العلم يعني. كان أي ما أي أي مركب معدية على اسكندريه كان لازم يتعمل معاها نفس الكلام. وده كان بتوجيهات ملكيه. طبعا نرجع تاني، عايز أأكد على كلامك إن وقت العصر العباسي كان وقت دموي وما كانش سياسيا، يعني ما كانش من العصور الظريفة يعني، لأن أنت أي واحد كان بيعارض الحكام في العصر العباسي ما كانش بيشوف أيام كويسة خالص، كان غالبا ما بيعيش. مم. ولكن يحسب ليهم إن هم كانوا مهتمين بالعلم ومهتمين بترجمة الكتب القديمة، وبسبب ترجمتهم لكتب الفلاسفة اليونان واهتمام العرب بالموضوع ده، هو ده اللي عمل النقلة. يعني هي كانت أوروبا في عصر من العصور الظلامية جدا بسبب المسيحية المتشددة. ولما ابتدوا يتعرفوا على الفلسفة الإغريقية أو الفلسفة اليونانية القديمة، كان من خلال الكتب اللي ترجموها العرب في الفترة بتاعت العصر العباسي. وطبعا يعني من أكثر الحاجات المأساوية في العصر العباسي ده هو لما التتار دخلوا بغداد وحرقوا مكتبة بغداد، اللي هي كانت تعتبر أهم مكتبة في العصر ده، زي مكتبة اسكندرية في العصر كان في الأموي. نهاية بقى العصر العباسي يعني. بالظبط. يعني هو العصر العباسي والعصر الأموي يمكن الاتنين على بعض فترة الازدهار كانت في حدود 200 سنة، 350 سنة ماكسيموم. العصر. وللعلم الغرب هو اللي معترف بالكلام ده، يعني انا عرفت الكلام ده من الغرب، مش من مصادر غربية. الغرب ما عندوش احساس دايما ان هو لازم يبقى هو اللي عمل كل حاجة. بالعكس، هو بيقول ان احنا كنا عايشين في عصور مظلمة. الوصف بتاع العصور المظلمة ده وصف غربي، مش وصف من بره الثقافة الغربية. العصور المظلمة احنا يعني الغرب بيقول على نفسه ان احنا كنا عايشين في العصور المظلمه، واللي ساعدنا على ان احنا نرجع للثقافه القديمه بتاعتنا، اللي هي جايه من الثقافه الاغريقيه او الثقافه اليونانيه، كانت من خلال الكتب اللي ترجمها العرب من اللاتيني او من اللغه اليونانيه القديمه. وطبعا كان في بقى علماء كتير او باحثين كتير في ظل الدولة الإسلامية
سواء بقى كانوا مسلمين او غير مسلمين، دي مش مهمه يعني. هو كان في على فكره تسامح ديني كبير. يعني من ضمن الحاجات اللي كانت في العصر العباسي ان اغلب المترجمين ما كانوش مسلمين. اغلب المترجمين كانوا من السوريان اللي عشان بيعرفوا اللغه التانيه، وكان فهي في دول كتير، يعني دولة زي مصر أغلبية السكان ما كانوش مسلمين. كانوش بالظبط. مسلمين لغاية فترة من فترات المماليك يعني. وكل دول مسيحيين عايشين عادي جدا يعني. يعني لو شفت الدولة الأموية، البرايم مينستر الأولاني كان اسمه يوحنا الدمشقي. فده كان أول برايم مينستر بياخدوه يعني. فهو ما كانتش المسألة يعني، العصور الأولانية ما كانتش الناس عندها دogma دينية بالمنظر اللي حصل بعد كده، اللي هي التفسيرات بتاعت الغزالي والشافعي وابن هو حنبل. هو هو التشدد يعني، هو على حسب كلام نيل ديجراس تايسون، التشدد حصل عند الإمام الغزالي، اللي هو بقى حرم الفلسفة وقال إن الفلسفة زندقة والحاجات دي. إنما قبل كده كانت فعلا في علماء كتير، والعلماء دول مش شرط زي ما قلنا يكونوا مسلمين. يعني أغلبهم كانوا جايين من فارس، وهتلاقي ابن الهيثم ده من مصر، وهتلاقي حاجات كده يعني. ومش شرط يبقوا يعني، ابن سينا ده ما يعتبرش مسلم خالص يعني، اللي ما يعرفش يعني. ابن سينا ده من أعظم الفلاسفة اللي كانوا. والفارابي والكندي بس. يعني أنا من وجهة نظري كمية العلماء اللي ظهروا في الفترة دي، لو أنت خدت الكرسي بتاعك ورجعت لورا شوية وابتديت تبص على العصور دي كلها، هتلاقي إن العصور القديمة اللي هي زي عصر مصر القديمة والصين القديمة، كان في تطور كتير جدا كبير جدا. وبعدين لما ابتدت الغزوات اللي هي العصور الوسطى، ولذلك بيسموها القرون المظلمة، هي مع الاختلاف في التسمية، لأن بعض الناس بيرفض التسمية دي، لكن هي ليها سبب. آه، سرعة تطور العلم وتطور المجتمعات انخفضت، وانخفضت بدرجة حادة جدا وبدرجة واضحة. ده مش معناه ان ما كانش في حاجة خالص، مش معناه ان ما كانش في حاجة خالص، لكن معناها ان ابتدت دخلت مفاهيم البداوة بصورة قوية جدا في المجتمع، وهي دي المفاهيم اللي سيطرت على المجتمع. آه، بالظبط. انا الحقيقة زمان كنت اهتم بالتاريخ، بمعنى الملك الفلاني طلع، الملك الفلاني نزل، وبعدين اتغيرت حاجات كتيرة في تفكيري. ابتديت اهتم بتاريخ الناس، انا عايز اعرف الناس كانت عايشة ازاي. فلاننا النهارده اتكلمنا على القبائل الجرمانية، ولاننا اتكلمنا عن الدولة العربية الإسلامية، فخليني احكي لك حكاية من حكايات الكروسيدرز. ممكن ننهي بيها الحلقة. يمكن مش عايز اطلع منها دروس كتيرة، سيب الناس تطلع الدروس اللي هم عايزين يطلعوها. اه اللي مش عارف الكروسيدرز يعني ايه، اللي حملات الصليبية بس عشان ما. الحملات الصليبية. ففي الحملة الصليبية الأولى، هم أصلا التسمية الأولى والثانية والثالثة هو في اللي بيسموها ما قبل الحملات الصليبية. في حملتين صليبيتين حصلوا فيما قبل الحملات الصليبية، لأن هم كانوا تموا عن طريق مجرد رهبان كانوا بيجذبوا الناس، وكانوا بيروحوا يحاولوا يعملوا أي حاجة، وهم فشلوا فشل ذريع يعني إنهم يعملوا أي شيء. ففي واحدة من أحداث الحملة الصليبية الأولى إن كان الألمان، الجيش الألماني، لأن إحنا دلوقتي مفهومنا عن الألمان، يعني لما تقرأ زمان تعرف ليه هم كانوا بيسموها قبائل جرمانية. يعني جيرمانز اللي هم يعني كانت النظرة ليهم إن هم ناس همج يعني. ف القصة بتدور عن إن هم وصلوا للدولة البيزنطية، والدولة البيزنطية عاصمتها كانت بيزنطة. والملك البيزنطي سمح لهم بالدخول. طبعا الأول بيتركنوا على الباب ويستأذنوا في الدخول، لأن فرق كبير يعني دول مش في مستوى الدولة اللي داخلينها. يعني ده زي ما تقول مثلا إيه، أنت جايب ناس من مفيش خالص، وبعدين هيدخلوا دبي، فلازم يقفوا على الحدود بره وبعدين يستأذنوا إنهم يدخلوا. فالملك بتاعهم جايبهم
واستأذن ان هم يدخلوا. فالملك البيزنطي قال له هل هتقدر تسيطر على جنودك؟ لان دي كانت مشكلة كبيرة في الحروب زمان. يعني حروب زمان من اكبر مشاكلها ان الملك هل بيقدر يسيطر على الجنود ولا لا. يعني الجنود ممكن يعني روح غور في داهية ويعملوا حاجات ما يدخلوا ينهبوا كده يعني. فالمهم ان هم دخلوا. ففي اثناء فتره اقامتهم كانوا الملك بيحاول ان هم الملك الالماني بيحاول انه يجمع آه، بالتحديد يعني غذاء ويشتري خيل وعلشان يجهز للحرب، يعني عشان يبتدوا يطلعوا الحرب. فهم قاعدين في المكان ده حوالي اسبوعين يعني. فحصل ان هم في واحد من الميادين كان في حاوي من الحواة بيعمل لعبة، وبعدين قال لهم أنا ممكن أعمل وأعمل بتاع. فالمهم إيه، قدر يخفي معزة. والمعزة دي كان بيملكها المحاربين اللي هم الألمان اللي جايين. فعمل الستارة عليها وهوبا المعزة إيه، مفيش معزة. فالمهم اتخانقوا معاه. قالوا له لا رجع المعزة. قال لهم مش مرجع المعزة بتاع. هم كانوا مترهنين انه ياخد 100، مش عارف العملة بتاعتهم ايه، 100 من العملة بتاعتهم، على اساس انه يقدر يخفي المعزة. اخفى المعزة وقال لهم تدوني ال 100. ما قالوا له انت لازم تجيب المعزة. اتخانقوا معاه، جري وراه الراجل، جري هرب، استخبى منهم. فراحوا من الجيش ساب البتاع وخدوا سيوف وداروا بيقتلوا في النيبر هودز اللي اختفى فيها، على اساس ان هم ايه، عايزين يجيبوا المعزة وعايزين يجيبوا الراجل ده، لان الراجل ده متصل بالاله وممكن يخرب الدنيا وكده. فاتسببوا في مشاكل كتيرة جدا. فالملك البيزنطي اضطر انه يطرد الجيش الألماني من آه فده يدي لك فكرة قد ايه الناس هم عارفين ايه عن الدنيا. هم ايه اللي يعرفوه عن الدنيا؟ هم مجرد حاوي اتهيأ لهم انه بجد. واخد بالك؟ ايوه وقالوا ده شيطان وبتاع وشغلانة طويلة عريضة. والكلام ده متكرر. يعني يمكن لو حكيت في مرة عن الحملات الصليبية، وانا من محبي الحملات الصليبية، يعني لأن لما تقرا فيها هتلاقي ان كان في هبل كتير. يعني من ضمن الهبل اللي حصل في مصر ان هم الفرنجة، كان العرب يسموا الاجانب الفرنجة لان هم اغلبهم من فرنسا. يعني يسموهم فرنجة. لكن الحقيقة هم مش بالضرورة من فرنسا. كان وقتها الفاطميين في مصر. وبعدين الفرنجة جم كانوا عايزين ياخدوا دعم من مصر وسبورت. ومصر دولة غنية جدا. فشوف هنا غباء، غباء، غباء الدولة المصرية. أما جه رئيس الوزراء اللي هو الوزير الأول بيسموه، قال لهم أنا هعمل معاكم اتفاقية إن إحنا نحميكم وأنتوا تحمونا. بينما هو الحقيقة مش محتاج حماية الفرنجة خالص. هم بتضلين بيحاربوا هناك في الشام، حرب مدينة لمدينة. الجيش بتاعهم لا يرقى للجيش المصري خالص. فالمهم عمل الاتفاق وبعدين قال لهم طب احنا لازم ناخدكم علشان الاتفاق ده لازم يوقع عليه الخليفة الفاطمي او الخليفة انت عارف الفاطميين كانوا شيعة، فالخليفة بتاعهم لازم يبقى من نسل ايه، علي. فكانوا يعني يظبطوا ان النسل من نسل علي يعني. فراح اخدوا الملوك الفرنجة علشان يدخلوا يقابلوا الخليفة. فقصر الخليفة كان عبارة عن إنه أسوار بعيدة، يدخلوا بعدها الأسوار أقرب، أسوار أقرب، أسوار أقرب، وفي كل سور في قصور وجناين. وبعدين يدخلوا يلاقوا قصور وجناين. وده شيء عمرهم ما شافوه. فهم اهتموا إن هم يفرجوهم قد إيه ثروة مصر، قد إيه الغنى الفاحش. وده كان يدل على إيه؟ على غباء. انت جايب ناس اصلا كان بالنسبه لهم ان يشوف كوبايه معموله ازاز that was a big deal.
لما شافوا صابون، العرب كانوا بيعملوا صابون، كانوا يغسلوا ايديهم بالصابون. ده كان اوه ماي جاد. فانت عمال بتفرجهم على قصور من جوه قصور من جوه قصور، وبعدين بيفرجهم على شيء مبهر والحيوانات الموجودة فأما رجعوا الفرنجة قالوا أول حاجة لازم نعملها إيه؟ نحتل نحمي مصر. العظمة. باينة جدا. فشوف قد إيه عقلية العزلة، عقلية العزلة، إن هم الفرنجة دخلوا الشام وبتاع، وهم المصريين سابوا لهم. يعني لما دخلوا وخدوا القدس، خدوها، مش فارقة هم بالنسبة للدولة الفاطمية. كانت وجع دماغ والناس عمالة تحارب، إحنا قاعدين بناكل لوز، لوز. ف يعني قصص كتيرة يعني. اه لا، هو التاريخ هتلاقي فيه حاجات كتيرة قوي، وقصص كتيرة قوي، وحاجات المفروض نتعلم منها او نحاول نتعلم منها. يعني انا في رأيي التاريخ مهم ان انت تتعلم منه الحاجات الكويسة، تحاول تتعلم من الحاجات الكويسة، الحاجات الغلط تحاول ما تعملهاش تاني يعني. يعني هو ده هدف التاريخ يعني هو في لغاية رأيي. دلوقتي العرب أنت شايفهم بيعملوا إيه في الخليج؟ مهم. بيحاولوا يبهروا العالم بإيه؟ بالمباني أنا وكده. فلوس. مم. ده إحنا أغنياء جدا. واخد بالك؟ هي نفس العقلية، يعني مم. نفس العقلية، الثقافة اللي هي أنت متخيل إنها حاجة كويسة. أنا بقول لك أنا غني، بينما أنت تلاقي هنا الغني في، يعني أنت بقعد مع ناس، يعني كنت قاعد مع سي او بتاع شركة كبيرة جدا، مش هقدر أقول اسمها، بس يعني راجل يعني مرتبه السنوي مينيمم 20 مليون غير العمولات. واخد بالك؟ وبعدين بيتكلم معايا بيقول لي انا بحب اشتري من كوسكو جدا. فبقول له طب انا اشتري من كوسكو معقولة؟ يعني ده محل بيدي ديسكاونتد برايسز يعني، انما انت تشتري من كوسكو ليه؟ قال لي تصدق عاملين ديسكاونت على اليخت. فهم بالعكس، لو في عندهم اوبورتيونيتي ان هم يصرفوا اقل وكده، لان هم عندهم الغنى وميكن ماني از اباوت، اتس اتس اباوت ذا ارت. يعني هو بيستمتع بفن ان هو ازاي قدر يبيع يا اكتر. هو هنا بيتكلموا يعني، يعني هو في فرق كبير جدا بين العقليتين بالنسبه للاقتصاديه او هاو تو مانج يور ماني. ان الناس الاغنياء هنا مش بيميلوا قوي ان هم يتفشخروا بالحاجه بتاعتهم. هتلاقي ان البيوت بتاعتهم افريج، مش افريج يعني، بس يعني بيوت عاديه مش قصور. القصور دول قليلين قوي على فكره. يعني انت لو بتتكلم على اللكجيريوس هاوسز والعربيات والحاجات دي، هتلاقي ان اغلب الاغنياء مش كده. يعني وارن بافيه العربيه بتاعته فولفو موديل 70، اللي هي العربيه الاولى اللي كانت عنده، وما عندوش النية ان هو يغيرها قوي يعني، او ان هو يعني هو معتز بيها. ومن ضمن الاسباب اللي بتخلي اي واحد غني ان هو بيعرف يوفر هاو تو مانج يور ماني ان ا جود واي. يعني ان انت ازاي بتحسب ان انت عندك ماني مانجمنت سكيلز كويسه. واغلب الناس الاغنياء هو فعلا عنده ماني مانجمنت سكيلز كويسه، بعكس الفقير بيبقى اي فلوس جات له تلاقيه بيصرفها في اي حاجه. انما الغني دايما، او يعني الغني اغلبهم بيفكروا ازاي هيصرفوا الفلوس دي، وهل بيحط الفلوس دي في مكانها الصح ولا لا. بعكس العرب. يعني العرب من ضمن الحاجات اللي ناس كتيرة قوي ما تعرفهاش، او يعني انا واحد من الناس عارف كويس ان آه، لما تيجي تبيع حاجة هنا مثلا بتحاول تخلي الكوست بتاعها أقل ما يمكن علشان تجذب الشخص اللي انت بتبيع له الخدمة او بتبيع له المنتج اللي انت عايزه. انا اعرف ناس كانوا مش عايزين يبيعوا حاجة يعني مش عايزين وجع دماغ، فمش عايزين يبيعوا حاجة للناس في السعودية وحاجة كده. فصاحب الشركة قال للسيلزمان اديهم سعر عالي علشان يعني ايه مش عايزين وجع دماغ، مش انا مش انترستد قوي. فهو لما زود البرايس، لما زود الكوست على الراجل اللي في الخليجي قال له تمسك بالمنتج اكتر. يعني اتهيألوا هم ان ده حاجة تحفة. هم عندهم بكام هذا ويشتري الحاجة الأغلى، مش يعني هو مش بيدور على الحاجة الأرخص.
يعني العالم الطبيعي او العالم الغربي بيدور على الحاجه اللي هي الكوست بتاعها متناسب مع الهدف بتاعها. يعني انما في الدول الخليجيه هو بيتفشخر ان دي بكذا، ان دي غاليه، ان دي يعني معرفش ايه. مش بيتفخر بمواصفاتها يعني هو هو. بيتفخر انه بيرمي الحاجة في الارض، هو بيتفخر ان هو ما بيستعملش الحاجة، او انه عربية انت تعرف بيفحطوا بالعربيات والحاجات دي، قلبتها والله ما فرقت معي. يعني هو ده مدعاة الفخر عنده يعني. ودي واحدة من المشاكل اللي بيقابلها المصريين اللي عايشين في الخليج وتأثروا بالفكر ده، وعايزين يعملوا نفس الحكاية في مصر اللي هي دولة اقتصاديا ما ينفعش يتعمل فيها كده. المفروض ان انت اقتصاديا تعمل الحاجة اللي تقدر عليها، اللي انت يعني هو عنده اكساس زيادة، عنده فلوس زيادة فبيصرف ب... من غير ما يفكر، ما عندوش ماني مانجمنت سكيلز خالص. انما واحد مصري عايش في الخليج ما ينفعش يعمل نفس الكلام في بلد زي مصر، لان مصر اقتصاديا مش قادره على ان انت تعمل اللي بيعمله الخليج. المفروض تفكر بالفكر الغربي، اللي هو تعمل الحاجه اللي بتديك يعني القيمه اللي انت عايزها باقل التكاليف الممكن، مش تعمل العكس ان انت تاخد حاجه. بالمناسبة انت عارف ان 2030 هيخرج من سوق العمالة الصيني، هيخرج منه 250 مليون عامل. 250 مليون عامل هيوصلوا سن 60، هيبطلوا يشتغلوا. فده له امباكت كبير، ممكن نتكلم عنه في مرة تانية. بيتهيألي المفروض ان احنا آه نخلص الحلقة النهاردة. اه لا احنا طولنا، بس هو اصل الكلام بيجيب بعضه و... والحقيقه انا بستمتع بالمواضيع اللي بتتفتح. فاحنا النهارده اتكلمنا على تاريخ، واتكلمنا على سياسه، واتكلمنا على اخبار علميه وفضاء ومصر القديمه، واتكلمنا على حاجات كتيره. ودي من الويندوز او من الفترات يعني من الفيديوهات اللي انا بالنسبه لي بستفيد بيها. يعني انا شخصيا بستفيد بالمعلومة اللي أنا بقولها واللي أنت بترد عليا، أو المعلومة اللي أنت بتقولها وأنا بعقب عليها بأي حاجة عندي. وأتمنى إن ده يكون مفيد للناس اللي بتتفرج يعني. هو ده الهدف برضو من ضمن الأهداف. يعني أشكرك يا دكتور وميرسي لوقتك، ونشوفك المرة الجاية بأخبار جديدة وأفكار جديدة. وأشكر كل اللي معانا، ونشوفكم على خير. سلام.